بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتكم قناة كريبتو فرانكو. انا جايب لكم مشروع جديد لانج. فعلا المشروع لسه نازل بقاله اقل من اسبوع. بداية الشغل على التي جي اي ده كان لسه من يوم 16. لسه المشروع ده ما انتشرش خالص في اي مكان في المجتمع العربي، وحتى في المجتمعات الأجنبية يعني لسه قلة بسيطة اللي بدأت تشتغل على المشروع. المشروع هيعمل هايب قوي جدا. المشروع فكرته ان هو يعني قريبة من ان انت بتقدر تستخدم الفيجات بتاعة الأجهزة بتاعة الناس، كأنك بتأجرها مقابل ان انت بتعدن. يعني في فكرة قريبة كده من طريقة التعدين بتاعة البيتكوين، بس بشكل أبسط شويتين. وإن شاء الله العملة بتاعته هتبقى عبارة عن عملة جي بي يو. عملة جي بي يو دي هتقدر تكسبها عن طريق ان انت تجمع نقط الجي بي جي اكس بي. الجي اكس بي دي بتتحول بعد كده لعملات جي بي يو، اللي هي هتبقى العملات بتاعه التي جي اي بتاعها. طيب، دي احب اقول لك ان دي هتبقى عمله لاير 1، وعمله جي بي يو دي هتبقى هي حجر الاساس في البلوك تشين بتاعها. ان شاء الله يكون فيها ربح كتير لينا. بس قبل ما نبدا شرح وطريقه التسجيل بتاعه العمله دي، عايزك بعد اذنك توقف الفيديو وتروح تكسر زرار اللايك وتعمل فولو للقناه بتاعتنا لو لسه ما عملتش فولو. وكمان هسيب لك رابط قناتنا على التليجرام تحت في وصف الفيديو. لازم تبقى معانا هناك عشان تشوف التحديثات بتاعتنا كلها اول باول. طيب، يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هتاخد اللينك اللي انا هسيبه لك في وصف الفيديو تحت، تاخده كوبي او طبعا هتلاقيه موجود على قناتنا على التليجرام، وتروح على متصفح كيوي او مسز علشان تبدأ تعمل له بيست. عشان زي ما انت عارف احنا رابطين المحافظ بتاعتنا على المتصفحين دول. ده للي بيستخدم بيستخدم الموبايل. اللي بيستخدم الكمبيوتر طبعا الاكستنشن بتاع كروم هتلاقي عندك. احنا علمناك ازاي تربط ميتا ماسك عليه وتقدر تستخدم كروم بكل سهولة لو انت بتستخدم لابتوب او كمبيوتر. يلا بينا. اول حاجة نربط المحفظة بتاعتنا. انا شخصيا رابط محفظة ميتا ماسك. طبعا هو يفضل محفظة ميتا ماسك فعلا. هيقول لك ساين عشان يتأكد ان المحفظة بتاعتك. بتروح على محفظة ميتا ماسك وتقبل الساين. بعدين بترجع تاني للمتصفح بتاعك، هتلاقي المحفظة بتاعتك ربطت على طول. طيب، ايه بقى اللي مطلوب منك هنا؟ هتنزل هنا هتلاقي في عندك شوية كويستات سوشيال. ايه كويستات السوشيال دي؟ كويستات السوشيال دي عبارة عن ان هو بيقول لك اربط حسابك بتاع اكس واعمل فولو للثلاث حسابات دول، وخش واعمل فيريفاي للديسكورد، وكمان تعمل جوين للتليجرام انونسمنت بتاعتهم، والبوست الاخير عندهم في تويتر تعمل له لايك وريتويت وكومنت. وبعدين بيديك 1.25 في سرعة التعدين اللي معاك كمالتيبلاير. ده غير البونص اللي انت بتاخده من عملات الجي اكس بي. طيب، ايه كمان معانا هنا؟ في معانا كويستات انترو تو جي بي يو اهي، اللي انت لما بتدوس عليها كده بتتغير. هتنزل هتلاقي في عندك مثلا اكسبلور جي بي يو دوت نت. ده بيدخلك على الموقع بتاعهم اللي زي ما انا قلت لك كده. انت ازاي بتقدر تأجر الفيجا بتاعتك وتاخد قصادها عملات. وفي كمان هنا بيقول لك بيعرفك على التشين الجديده اللي هم بيتكلموا عليها اللي اسمها جي اي ان او جان تشين. وكمان بيقول لك ساين اب اون دي ابس اللي هم بيشتغلوا عليها. بعد كده بقى في طلب تاني بيقول لك ابقى يعني لازم تبقى هولدر لجي بي بوينتس او جي بوينتس. دي اللي هي عن طريق ان انت تأجر الفيجا بتاعتك. انا دي لسه ما عملتهاش. وفي عندك كمان رنت للجي بي يو بتاعك او للفيجا بتاعتك. برضو انا دي لسه ما عملتهاش. لسه مش عارف ممكن اعملها وممكن لا. ممكن اكتفي بالعملات اللي انا هاخدها من الكوستات بس. انت كده كده يوميا بتدخل تعمل ساين ان اهي عند كلمة سي جي ام. بتخش تعمل ساين ان. انا اهو كنت عامل ساين ان من حوالي 8 ساعات. بعد ما تخلص ال 24 ساعة بتعمل ساين ان تاني بتاخد مجموعة من النقاط. طيب، في عندك ايه كمان؟ في عندك لو انت ديفلوبر
هتلاقي كوستات خاصة بيك. ولو انت عندك استعداد تخش تعمل اون تشين ترانزاكشن، انا شخصيا مش هعمل اون تشين ترانزاكشن. بس هل الحاجات دي مفيدة؟ اه طبعا مفيدة. زي ما انت شايف انت عندك هنا ممكن تاخد منهم 600 نقطة تقريبا. في كمان لما تعمل الحاجات دي في منها جزء ممكن لما تأجر ال الفيجا بتاعتك تاخد منها نقاط. في عندك كمان لو انت بتاع ده اهو الديفلوبر، في كوستات خاصة بيك ممكن طبعا تخش تعملها. انا شخصيا مش راجل ديفلوبر فما فكرتش ان انا اخش ابص حتى ايه هي الحاجات دي. بس يعني انا شايف ان في مثلا كونكت يور جيت هاب. جيت هاب ده سهل ممكن نعمله. في ستار جي بي يو دوت نت ريبوستري، وفي 7 داي جيت هاب ستريك. يعني في برضو شويه كويستات انا شايفها بسيطه ممكن نقدر نعملها. بس كده اصدقائي. طبعا انت مجرد ما انت بتخش تعمل ساين ان، هو بيبدا يعدن، بيقدر يبدا يجمع لك مجموعه من النقاط، بتاخد انت نسبه منها. في كمان برنامج الريفير، لما تدعو اصدقائك بتاخد 7% من الجي اكس بي اللي هم بيجمعوها. وبعد ما ان شاء الله يخلص التعدين اللي هو يعني هيبقى مع بداية الهايب ممكن يقعد حوالي 3 شهور، وبعدين نبدأ نشوف نتائج للاير دروب ده. وان شاء الله يكون في خير كتير لينا بإذن الله. اشوفكم بخير يا اصدقائي. لو عندكم اي اسئلة هستناكم تسألوني في الكومنتات. وطبعا مش هنسى اقول لكم لازم تكونوا معانا على قناتنا على التليجرام، بكون موجود هناك اغلبية الوقت. عشان لو ما لقيتونيش موجود كتير على اليوتيوب، انا موجود على التليجرام اغلبية اليوم. اشوفكم بخير، مع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.